أهم أحداث يوم القيامة باختصار: 1. ظهور العلامات، تسبق يوم القيامة علامات صغرى وكبرى تنذر بقرب وقوعه. 2. النفخ في الصور، ينفخ الملك إسرافيل في البوق الصور نفختين أو 3 على خلاف بين العلماء. النفخة الأولى هي نفخة الفزع والصعق يموت بها الأحياء، والنفخة الثانية هي نفخة البعث والنشور حيث يعود الناس للحياة. 3. البعث والحشر، يبعث الناس من قبورهم حفاة عراة غير مختونين ويجمعون في مكان واحد للحساب. 4. عرض الأعمال والحساب، تعرض أعمال كل شخص في الدنيا ويحاسب عليها بدقة وعدل. 5. تطاير الصحف، تعطى صحائف الأعمال للناس، فمنهم من يأخذها بيمينه أهل الجنة، ومنهم من يأخذها بشماله أهل النار. 6. الميزان، توزن أعمال العباد حسناتهم وسيئاتهم لتحديد مصيرهم. 7. الحوض، حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة. 8. الصراط، جسر منصوب على جهنم يمر عليه الناس حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يسقط في النار. 9. الشفاعة، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحون للمؤمنين بإذن الله. 10. الجنة والنار، وهما المصير الأبدي للناس، فالجنة هي دار النعيم للمؤمنين، والنار هي دار العذاب للكافرين والعاصين.